نعم، إنه إحدى هذه الإنجازات النوعية الرائعة في عام نوعي رائع. من حقها وزارة التربية والتعليم أن تقف شامخة مرفوعة الرأس بكل شموخ وكبرياء، أن تعبر عن إنجازاتها وعن عطاءاتها، ولكن ما كان لذلك هذا أن يحدث لولا أن هناك ثلة من المفلسين والأوفياء، ثلة من أولئك الذين وهبوا أنفسهم للعطاء. باسمكم جميعا أرحب بصاحب الفكرة الريادي الدكتور أسامة الزيدي، وزير التربية والتعليم، والذي له شرف فضل قصب السقف في هذا الفرع الشرعي، حيث استطاع أن يدخل هذا الفرع لكل محافظات غزة، فله منا ولكل الكوادر والعاملين في وزارة التربية والتعليم كل حب وتقدير. الإخوة الحفل الكرام، إننا في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الأيام التي تم فيها افتتاح هذا الفرع الشرعي، والذي أتى متزامنا مع هذه الحملات المشروعة التي تحاول النيل من مقدساتنا ورموزنا، والتي تحاول من خلال تيار العولمة المتدفق الهادف أن تصل إلى أفئدة شبابنا، أولئك الذين يحاولون النيل من ثقافتنا الإسلامية الأصيلة من خلال وسائل خبيثة يستعان بها بالمأفونين والمأجورين والمعذورين، أولئك الذين يمسون أطهر مقدساتنا، يمسون أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه بعد النظر الذي اطلعت عليه وزارة التربية والتعليم متمثلة في وزيرها ووكلائها ومدراءها العامين، يوم أن استطاعوا أن يقفوا ليوقفوا هذا التيار المتدفق الذي يحاول النيل من ثقافتنا وأصالتنا. نعم، لم يكن افتتاح هذا الفرع الشرعي إلا سياجة واقية لكل هذه المؤامرات والمؤامرات التي تحاول النيل من ثقافتنا العربية والإسلامية الأصيلة. لكل من أسهم في هذا الافتتاح كل محبة وتقدير، وندعو الله عز وجل أن يجزيهم عنا حسن الجزاء. الأخوة الكرام، الأخوة مديرو المدارس ومديراتها، الأخوة معلمو التربية الإسلامية، أبنائنا وبناتنا، ممن كان لكم شرف أن تكونوا الجيل الأول في محافظات غزة ممن التحقتم بهذا الفرع الشرعي، لأن التاريخ سيسجل أسماءكم، حيث أنكم جيل ريادي ستقومون بأسمى رسالة في هذا المجتمع، تنالون رضا الله وتنالون ما تريدون فيه في هذه الدنيا، حيث يستطيع طالب العلم الشرعي أن يلتحق بكافة التخصصات وفي جميع الجامعات مما يحلو له مما هو متاح لطلاب العلوم الإنسانية. الحفل الكريم، إننا وفي هذا اليوم الطيب المبارك، حيث نشكر وزير التربية والتعليم على هذه اللفتة الكريمة وعلى هذا التعزيز الرائع الذي يعززه لأبنائنا ممن كانت لهم معدلات مرتفعة وحاولوا أن يدخلوا في هذا الفرع الشرعي. أحيي الطالبة إسراء أحمد عاشور التي كان نسبتها 97%، تحية إلى الذين آخروا أن يدخلوا في هذا الفرع الشرعي. كل حب وتقدير لكم أبناءنا وبناتنا الطلبة، وإننا كما نكرمكم اليوم سنوعدكم ومع بقولة هذا العام الدراسي سنكرمكم آخر العام الدراسي، فكل الطلاب الذين سيحصلون على المراكز الأولى سيتم تكريمهم بإذن الله تعالى على مستوى المديرية، وسيرشح لكم السيد معالي وزير التربية والتعليم الآن بكلمته ما تظنون بسماعه. أيها الحفل الكريم، لكم تحية وتقدير يا من جئتم تشاركوننا هذا
بقول الشاعر أحمد شوقي مخاطبا أمة الإسلام: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق الذباب، بأيمان نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. إلى هنا أترككم أيها الأخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.